في غينيا بيساو الجيش استولى على السلطة، لكن الموضوع مش مجرد خبر عاجل، لا، ده فصل جديد في تاريخ البلد المضطرب. مع بعض هنفكك القصة دي ونشوف إزاي الأحداث تطورت، مين الأطراف الرئيسية في اللعبة، وليه دايماً بنسمع إنه التاريخ بيكرر نفسه هناك في غرب إفريقيا. يعني بالكلمتين دول خلص الكلام. مفيش أي مجال للشك أو التخمين. الجيش قالها بصوت عالي واضح: إحنا اللي ماسكين البلد دلوقتي. دي كانت اللحظة اللي كل حاجة فيها اتقلبت حرفياً. طيب كيف يتم انقلاب زي ده؟ الموضوع طبعا مش مجرد ضغطة زر وخلاص، لا، دي كانت خطوات مدروسة جدا ومحسوبة بدقة من الجيش عشان يفرض سيطرته بالكامل. التحركات كانت سريعة جداً وحاسمة. أول حاجة عزل الرئيس، تاني حاجة إغلاق كل مؤسسات الدولة. الهدف كان واضح جداً: شل الحكومة المدنية بالكامل وخلق فراغ مين يملأه غير الجيش. بس هنا النقطة المهمة: التوقيت. التوقيت هو كل حاجة. الانقلاب ده ما حصلش كده من فراغ، لا، ده جه في وقت كان فيه توتر سياسي وصل لأعلى مستوياته. كان في كلام عن إطلاق نار جنب القصر الرئاسي، والأهم من كل ده، البلد كلها كانت مستنية نتائج الانتخابات الرئاسية. يعني توقيت محسوب بالملي عشان يكون تأثيره هو الأقوى. طيب، وسط كل الفوضى دي كان في شخص واحد مصيره مجهول تماماً: الرئيس نفسه. يا ترى كان بيفكر في إيه؟ كان فين أصلاً؟ القصة هنا بتاخد منحنى غريب جداً لما نسمع منه هو شخصياً. والمفاجأة الكبرى بقى إن أول تأكيد رسمي للانقلاب ما جاش من الجيش نفسه، لا، جاء من الشخص اللي أطاحوا بيه بطريقة ما. وهو محاصر جوه مكتبه، الرئيس عمر سيسوكو إمبالو قدر يعمل مكالمة تليفون، مكالمة غيرت كل حاجة. تخيلوا بس للحظة، لقد تم عزله. دي كانت الكلمات اللي نقلتها قناة فرانس 24. الرئيس بنفسه وبصوته بيأكد على التليفون إنه محتجز في مقر قيادة الجيش. هل في دليل أقوى من كده على إن الجيش مسيطر على الوضع تماماً؟ بس وسط كل التوتر ده، الرئيس كان حريص يوضح نقطة مهمة جداً. قال إنه على الرغم من احتجازه محدش أذاه أو استخدم العنف معاه. ممكن التفاصيل دي تبان صغيرة، بس هي بتدينا فكرة عن طبيعة الانقلاب ده، ويمكن حتى عن طبيعة العلاقات بين القادة نفسهم. لكن الرئيس ما كانش مجرد ضحية ساكتة، لا، من مكان احتجازه قرر يوجه الاتهام مباشرة وبالاسم كمان للشخص اللي هو شايفه العقل المدبر ورا كل اللي فصل. وهنا أطراف الصراع بقت واضحة جداً. في ناحية عندنا الرئيس المنتخب عمر سيسوكو إمبالو، وفي الناحية التانية الشخص اللي كان المفروض وظيفته حماية الدولة، قائد أركان جيشه. والنقطة دي مهمة جدا. الاتهام ما كانش كلام عام، يعني الرئيس ما قالش شوية ضباط، لا، هو كان محدد جدا وقاطع. من وجهة نظره المسؤولية كلها بتقع على شخص واحد بس: قائد أركان الجيش. بس عشان نفهم اللي بيحصل النهاردة كويس لازم نرجع بالزمن لورا شوية، لأن الانقلاب ده ما طلعش فجأة كده من العدم، لا، هو حلقة جديدة في سلسلة طويلة ومؤلمة من الاضطرابات اللي شكلت تاريخ غينيا بيساو. تاريخ غينيا بيساو السياسي عامل زي قطعة دومينو بالظبط، كل أزمة بتوقع اللي بعدها، واللي بنشوفه النهاردة ده هو مجرد آخر قطعة وقعت، وده للأسف نمط متكرر ومحزن جدا. 4 مجرد رقم، بس الرقم ده بيطارد غينيا بيساو 4 انقلابات عسكرية ناجحة من يوم الاستقلال، ده غير المحاولات الفاشلة اللي ما بتتحسبش أصلاً. رقم بيقول كل حاجة عن هشاشة الديمقراطية هناك وعن جذور عدم الاستقرار اللي ضربة في البلد. الخط الزمني ده بيحكي قصة بلد كأنه معرفش يوم استقرار. يدوب خدوا استقلالهم سنة 73، وعلى طول في 1980 حصل أول انقلاب. بعدها حرب أهلية مدمرة في نهاية التسعينات، وبعدها انقلاب تاني في 2003، وواحد كمان في 2012. والنهاردة رجعنا لنقطة الصفر تاني. ده نمط مأساوي بيورينا إزاي الماضي لسه مسيطر على الحاضر بقوة. وده بيوصلنا للسؤال الأهم والأصعب: بعد كل الاضطرابات دي، هل ممكن غينيا بيساو تكسر الدايرة المفرغة دي، ولا هي محكومة عليها تعيد نفس أخطاء الماضي للأبد؟ العالم كله بيتفرج ومستني، ومصير بلد بحاله على المحك.